بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، لايف من داخل جامعة الفيوم في الاحتفال باليوم العالمي لتأسيس الجامع الأزهر الشريف. ويسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بمعالي النائب ربيع أبو الطيعة اللي كان حريص على المشاركة في هذه الفعالية الجميلة ولبى دعوة منطقة الفيوم الأزهرية. ما شاء الله يا معالي النائب، يعني شايف حضرتك متواجد في المناسبات وبتحب المشاركة الاجتماعية والمشاركة في الفعاليات، وخاصة الفعاليات اللي بينظمها الأزهر الشريف. ربنا يبارك فيك. هو طبعا ده واجب علينا المشاركة، وأنا بصراحة النهاردة تشرفت بدعوة كريمة من الأزهر الشريف بحضور الفعالية النهاردة والاحتفال باليوم العالمي لتأسيس جامع الأزهر. طبعا زي ما حضرتك عارف جامع الأزهر ده بالنسبة لنا كمصريين وكمسلمين في العالم كله يعتبر منارة وحاجة نفتخر بيها ونعتز بيها، فكان لازم نبقى موجودين ونشارك، وانا بصراحه بشكرهم على الدعوه تقييم الكريمه. حضرتك للجو اللي كان موجود والفعالية الجميلة دي؟ الحقيقه كانت فعاليه جميله وكلمات متنوعه وانشطه جميله، وكان يوم كويس جدا الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، يعني شايفين مشاركة من جميع طوائف المجتمع وتكاتف وترابط بين جميع طوائف المجتمع. تمام، فكان موجودين، كل الناس موجوده، وكل تقريبا تشكيله من المجتمع الفيومي بالكامل كانت تدل على موجوده. وحدة المجتمع وترابط طبعا المجتمع. اكيد 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 طبعا. كلنا انت عارف بقى الفيوم احنا دايما كلنا بنقول كلنا ايد واحده وبلد واحده وكلنا واحد يعني، واي حاجه كمان بتخص الازهر وحاجه زي كده بتجمع كل الناس حواليها. اشكرك، كل سنه وحضرتك طيب. شكرا شكرا.